والآن نستمع لآيات عشرة من الذكر الحكيم والقارئ السيرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله. يعطيك العافية حي الطالبة. شكرا. وتقتصر الطالبة على هذا الحديث الشريف من بستان النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحبس في سبيل الله. صدق رسول الله. حي الطالبة. والآن مع فقرة وطنية والطالبة ليلى. البتراء مدينة أثرية وتاريخية تقع في محافظة معان في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، وتشتهر بعمارتها من حوتات الصخور ونظام قنوات جر المياه القديمة. تم اختيار البتراء واحدة من عجائب الدنيا السبع، ومن أهم معالمها الخزنة والسيق والمحصول. يعطيك العافية حي الطالبة. شكرا. مهما تعلم الإنسان يبقى جاهلا ويطلب المزيد، وما هل تعلم مع الطالبة زين. هل تعلم أن الهند تشكل الجزء الأكبر من جنوب قارة آسيا؟ هل تعلم أن أستراليا القارة الأصغر حجماً بين قارات العالم؟ حي الطالبة. شكرا. وما حكمة اليوم والطالبة لانا؟ حكمة اليوم الاعتذار عن الخطأ لا يصبح كرامتك بل يجعله كبيرا بعين من أخطأت بحقه. حي الطالبة. نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم الطالبة سلمى عمر العتيبي من الصف السابع في إشراف المعلمة الفاضلة ابتسام.